السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رايكم لو اديتكم حاجه بتفيد في امراض القلب، بتقلل عدم انتظام ضربات القلب، بتقلل الشد العضلي جامد جدا، بتقلل الضغط العصبي، بتساعد على النوم، بتساعد على الهدوء النفسي، كمان هي فازو دايليتور، يعني بتوسع الشرايين والاورده فبتقلل الضغط، وكمان بتعلي الكالسيوم. هي مرتبطه، هي والكالسيوم مرتبطين ببعض ارتباط عكسي، يعني ده يعلى ده يوطى، ده يوطى ده يعلى. طبعا الكالسيوم بيساعد على الانقباض بقطع العضله، يعني تقفل. الحاجه الثانيه اللي هقولها دي، الماده دي بتساعد على الانبساط. كمان هي ليها حاجات جديده احنا ما نعرفهاش. طبعا هي بتنشط انزيم اسمه HMG-CoA ريدكتيز. المفروض الانزيم ده بيساعد على تقليل الكوليسترول والدهون الضاره اللي في الجسم. كمان هو بيساعد على تنشيط وعمل الاي تي بي. الاي تي بي ده هي عمله الطاقه في الجسم، هي اللي بتخلي فيه طاقه، وفي الجسم يستفيد من الطاقه ومن السعرات الحراريه، ويبقى عنده طاقه ان هو يعمل جوه الخلايا وبره الخلايا للجسم كله يعني. طبعا فده مهم جدا. عشان كده الماده دي هي اهم عنصر في الجسم بعد البوتاسيوم، يعني هي تاني اهم عنصر في الجسم. كمان هي المفروض ان هي بتشتغل زي ادويه الضغط، زي ما قلنا كده في انها فازو دايليتور، بتوسع الشرايين. وفيها حاجتين كمان، بتشتغل زي حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر، ده نوع من انواع ادويه الضغط، وبيتا بلوكر، فبرضه بتقلل الضغط اكتر. طيب هي موجوده فين؟ هي موجوده في 4 حاجات. الخضروات الخضراء الورقيه، موجوده كمان في المكسرات، موجوده في الشوكولاته الغامقه اللي من غير سكر، وموجوده في بذور قرع العسل. طيب في حاجه بتاثر عليها بتقللها يعني؟ طبعا في حاجه، السكر المكرر، النشويات المكرره، مدرات البول، الناس اللي عندها نقص في الحمض بتاع المعده، او ادويه معينه بتقللها. طيب ايه هي بقى الماده دي؟ انت قلت لنا الكلام ده كله، ما قلتش الماده. الماده هي المغنيسيوم. المغنيسيوم مهم جدا جدا يا جماعه. طبعا لما بيكون في نقص مغنيسيوم بيبقى في مشاكل في الحاجات اللي انا قلتها دي كلها، وخصوصا الشد العضلي، يعني بيبقى في شد عضلي جامد جدا عند الناس لما بيبقى في الموضوع ده. فطبعا لما نخلي بالنا من موضوع المغنيسيوم هيبقى في المميزات اللي عندنا دي كلها، وهنتفادى الاضرار دي كلها. وما تنسوش ان هو مصدر الطاقه في الجسم، هو عمله الطاقه في الجسم، فعشان كده هو مهم جدا، ويعتبر تاني اهم عنصر كاهميه بعد البوتاسيوم. يا رب الفيديو يعجبكم، واعملوا شير وشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتستفيد من موضوع المغنيسيوم ده. وزي ما قلت لكم كده، في الخضروات الخضراء الورقيه، في المكسرات، في بذور قرع العسل، الشوكولاته الغامقه من غير سكر. طبعا هو كمان يعني في ميزه ان هو بيقلل السكر الدم برضو بطرق غير مباشره، وبيزود حساسيه الانسولين، وفي نفس الوقت كمان بيقلل من مقاومه الانسولين. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.